دكتور شلونك؟ هلا وحبيبي. سمعت منك حكايه كلش يعني جذبت انتباهي، وهي ميشن، كلمه ميشن او مهمه. شنو دورها بتاسيس اي مشروع؟ اوكي، اني اذا اريد اجاوب على هذا السؤال لازم شوي ارجع لي ورا. اريد اقول بالبدايه انه احنا ليش لازم ناسس اي شيء، اوكي، وشنو الاعمده الرئيسيه اللي موجوده بتاسيس اي مشروع ان كان بسوشيال ميديا او غيره. فالاعمده الرئيسيه هي 4 اعمده اساسيات. واحده من عندهن البلاننج. اوكي، البلاننج يعني التخطيط. يعني اني اذا اريد ابلش لي اي مشروع خاص، اي مشروع، فانه اجي اخطط وين اريد اروح، وين اريد اوصل. اوكي، على سبيل المثال انا اريد اخطط، اريد اروح لاربيل. اوكي، هذا يصير التخطيط مالتي. الميشن يجي قبل هاي المرحله. اول شيء خلينا نقول الاربع الاعمده شنو. اولهن هو البلاننج، اوكي، التخطيط. ثاني عمود يصير الاستراكشر، اوكي، او الهيكليه. الهيكليه ما معناته انه هذا الاستكان لازم مكانه هنا، هذا الميز لازم هناك، الورده لازم هناك، الميز لازم هناك، الحاسب لازم هناك. هاي انا ابني لي الاستراكشر. بس معظم المشاكل اللي احنا نشوفها عاده، بعض المشاريع يبنون استراكشر قبل ما انه يسوون التخطيط. يعني شنو؟ يعني انا من اريد اروح، نرجع على سالفه اربيل، اريد اطلع اروح الاربيل. اوكي، التخطيط مالتي اقول انا اريد اروح الاربيل. اوكي، اول شيء اريد اروح الاربيل، بعدين اجي اخطط. اوكي، انا محتاج لي سياره، محتاج بنزين، محتاج مثلا دهن ابدل السياره وهاي الامور. اوكي، الهيكليه كلش مهم. بعد الهيكليه هسه الموارد البشريه. اوكي، الهيومن ريسورس هنا راح يجي. يعني شنو؟ يعني ما معناته انه انا من اريد اجيب لي ناس، لازم اعرف شنو الهيكليه. مثلا انا مخصص لي غرفه مال حسابات وحاسبه وبرنامج حسابي، فهسه لازم اجيب لي محاسب او محاسبه للمكان اللي اريد. او انا مخطط لي مثلا مخلي لي فد مكان اللي هو هذا المكان عباره عن مكان اللي مال سكرتيري. اوكي، فاجيب لي فد موظف بهذا المجال. ممكن انا بدايه تاسيس المشروع كل هاي الشغلات انا بنفسي اسوي. يعني انا هو المبيعات، انا اللوجستيك، انا المخلص، انا المحاسب، انا كل شيء. يعني باعتبار كبدايه مشروع ممكن انا كل هاي المهام انا اخذها. وبالاخير واهم فقره هو الكنترول. يعني اني اشيك البروسيس. اوكي، اشوف كل شيء جاي يمشي عدل لو لا. اوكي، هذا هو الاعمده اللي خاصه بالمارك. العفو على قطع كلامك. هسه اعطيتني 4 اعمده. اكو اهميه بين واحد، يعني واحد مهم واحد اهم، او واحد مو مهم شويه اهميه؟ احنا بالبلاننج والتخطيط اساتذه. اغلب العراقيين، اغلب الاشخاص يحجون احنا نريد نوصل، احنا نريد نسوي، احنا نريد. يعني الكلام هو سهل. اوكي، اسهل شيء هو البلاننج. برايي اهم شيء هو البلاننج. ليش؟ لان انت لازم هدفك يكون واضح وصحيح. يعني يكون هذا الهدف هو ذات كفاءه عاليه. بس انت من تخلص البلاننج، الاستراكشر هم مهم، بس برايي درجه الاهميه مالته اقل. والاخير الكنترول. اوكي، انا عندي بس ذول الستيبين كلش مهمين. يعني التخطيط والاخير شيء هو الموارد لا، بالاخير الكنترول. الكنترول كلش مهم. لان انت لازم عندك تخطيط تشوف انه هذا البروسيس او هذا الرود ماب اللي انت راسمه هو الرود ماب صحيح لو مو صحيح. سؤال، الهدف هنا وين مكانه؟ الهدف هو راح يكون بالعمود التخطيط. بالتخطيط باول وحده. بالتخطيط. زين، التخطيط يعني توضح لي توضيح مبسط. تخطيط مبسط اذا انا اريد احكي بيه، يعني شنو الشغله اللي ايش وقت تسويها. يعني الها دخل بالوقت. اوكي، على سبيل المثال هاليوم يوم 8/11/2022. اوكي، ما معناته 52 يوم بعد باقي لحد نهايه السنه ناقص 365. ما معناته انه هسه احنا عابرين 85% من السنه. شنو الشغله اللي المفروض انه كنت اني لحد هذا اليوم انا اكملها، وانا اشوف التايم انه انا ضمن السكجول جاي دا امشي لو لا. يعني على اساس انه احنا لحد هذا اليوم مثلا لازم احنا نحقق هيك نوع من المبيعات، او هذا العدد من المبيعات. انا ايش قد حققت من المبيعات؟ هذا البلاننج.
اوكي إلى ربط بالوقت. اوكي بالنسبه للسؤال اللي سالت لي انه اني من اريد اجي اقول اريد اروح لاربيل، انه اني بالبدايه لازم اعرف شنو امكانيتي اللي اريد اروح لاربيل. عندي امكانيه قويه اصعد طياره، عندي امكانيه انه ااجر سياره، ولازم اركب لي مثلا عبريه واطلع، او ما عندي ولا فلس اوكي فلازم ادقها مشي. اوكي مش الاربيل بعيد. اي لا انا اقصد لك انه الميشن يعني انا بالبدايه اتعرف على امكانيتي الفعليه. برايي من سبب فشل اغلب المشاريع اللي موجوده كل العالم انه ما عندهم ميشن صحيح. ميشن شنو معناه؟ اريد اسالك سؤال، ليش احمد او دكتور احمد اجى لهاي الدنيا؟ انت اجيت حتى شو تسوي؟ اوكي يعني شنو دوري بالحياه؟ شنو دورك بالحياه؟ سؤالي لك ممكن تجاوبني يعني؟ عندي سؤال مهمة، هدف لازم احققه. كل انسان رحم الله. اصلا شنو هدف خلق الانسان؟ ليش؟ يعني احنا عندنا حيوانات وعندنا الانسان، شنو فرق بين الانسان والحيوان؟ يعني الانسان اجى حتى شي يسوي؟ مثلا القرآن يجي يقول حتى جاي يفكر، اكو بتعقل بالسالفه. الانسان عنده فرق ويا الحيوانات انه يفكر على فد شيء معين. فمختصر مفيد، كل واحد له رساله بهاي الدنيا. المشروع اللي ينبني هم يحتاج له رساله. شنو دورك انت بهذا؟ ايش راح تسوي؟ ايش راح تقدم؟ يعني اذا انت ما تاسست كمشروعك، شنو الشغله اللي ممكن انه ما موجوده بالماركت او يفتقدها الماركت؟ اوكي هذا لازم الميشن. يعني الجنسيه مالتك، جنسيه مشروعك، يعني انت شنو مهامك؟ ايش راح تسوي؟ اوكي صح انه ممكن انه تجاوبني اوكي انا مؤسس مشروع حتى استرزق من عنده، بس اوكي هذا مو دليل على حساب انه انت تاسس لك مشروع. ليش؟ لان ممكن فتره زمنيه نطلع فلوس وتنحذف. اوكي فانه احنا جاي نحكي على موضوع اللي انه انت تستمر بالسوق وتسترزق وتجيب لك ناس هوايه يسترزقون بداخل مشروعك الخاص. عندك سؤال؟ اريد اشوف الربط الميشن اللي قلتها المهمه او اللي هي المكان اللي انا اريد اشوف شنو المهمه مالتي بهذا السوق، شنو ربطها بالاربع شغلات اللي قلتهم. مو قلت لك انت تقول انا اريد اخطط واوصل لهذا الهدف، انا راح اقول لك انت ايش عندك؟ امكانيتك شنو اللي تريد توصل لهذا الهدف؟ شلون جبت هذا الهدف؟ على سبيل المثال انت تجي تريد تقول لي انا اريد اطلع لي $1,000,000، انت ايش عندك هسه؟ شنو امكانيتك؟ اوكي الميشن راح يحكي عن امكانيتك بس ينطيك في الصوره واضحه وتعريف. بالاخير الميشن راح اقول لك شغلات اللي هي CSF اوكي critical success factor، ما معناته انه انت الاجابات اللي تجاوب على هاي الميشن مالتك فهي اللي راح تخليك تنجح بالسوق لو ما تنجح. انا قلت لك سبب فشل هواي مشاريع انه الميشن مالتهم مو واضح. زين هسه انا اريد اعرف شنو هي ميشن. استهداف الجمهور هو غلط. شنو الاعمارهم؟ وين متواجدين؟ وين شايف انه التلفزيون يجي يسوي دعايه على ساعه الرولكس؟ اكثر شيء البنات يستخدمون مو الولد.